انتم الخوت يلا اعترفوا، هادو طلعت الله عاد اعترفوا. السلام عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم. ما وجده في الجزائر وكأن موتسيبي هو الأضعف والآخر هو الأقوى. الحقيقة غير ذلك. علينا أن نقول اليوم بأن موتسيبي تفطن لألاعيب ودسائس يعني نائبه وليس العكس. اليوم الحديث على موتسيبي وما اكتشفه، وليس الحديث على رقجع وما سيفعله. هذه اساس، يعني اساس النقاش. لذلك شان الجزائر في نهايه المطاف كانت جد مفيده، سواء لنا او حتى لموتسيبي الذي بفضل هذه الشان وبفضل وقوفه على مدى جاهزية هذا البلد لتنظيم أكثر تظاهرة من الشأن، تفطن لما كان موجود من قبل ولم يشعر به إلى ربما غاية قدومه إلى الجزائر ومعاينته لهذه التجهيزات، وأيضا لتلك الألاعيب التي حدثت بموازاة تلك الدورة وتخلف لقجع وكتيبة لقجع عن الحضور إلى الجزائر بتلك الحجة الواهية. لذلك أنا بودي أن نعيد ترتيب بيت الطرح. نتحدث اليوم على اكتشاف اسمعوا الخوت، سمعوا الحجة قال لك بديك الحجة. اسمعها الناس، والله لو جا مقاسحين وحق الله لو جا مقاسحين ما تيمرقوش. كمل الفيديو كمل. موتسيبي لألاعيب ودسائس خليفته، ويعني هذا الاكتشاف وهذه الحالة الموجودة فيها اليوم الكاف هي في صالح الجزائر وفي صالح كل الدول التي كانت تعاني من دسائس دمية المخزن. لذلك سواء الجزائر أو مصر أو هذا القطب الذي تمنى أن يتشكل، لأننا لا يجب أن نبقى كالمتفرجين على ما يحصل اليوم في المكتب التنفيذي. يجب أن ننضم إلى هذه المجمع الموجودة اليوم في الكاف، ونجر وراءنا كل البلدان التي كانت تعاني من قبل، سواء صارت هذه الثورة بالإطاحة ليس بموتسيبي بل بلقجع، أو على الأقل لنفتح عيني موتسيبي على ما يجري في المكتب التنفيذي، سواء فزنا بتنظيم 2025 أو لم نفز. نحن إلى غاية هذه الساعة فزنا في هذه المعركة إلى حد الآن. الجزائر استطاعت بفضل كل ما وفرته في الشان، استطاعت أن تفتح عيني موتسيبي على ما كان يجري في بيته، وهو ربما كان لا يدري بكثير الأمور التي حدثت. وعلى الجزائر أيضا أن تقفز إلى الفيفا، لأن أنا متأكد بأن اللعبة الكبرى موجودة في الفيفا وليس في الكاف. شيء سوى لأن أنفانتينو هو الذي وضع موتسيبي وهو الذي وضع أمامه تلك الدمية وما إلى ذلك. لذلك مربط الفرس ومفتاح هذا الصندوق موجود بين يدي أنفانتينو وليس الكاف. وإلى غاية أن نصل إلى ذلك علينا أن نبقى متفطنين لما يجري في قادم الأيام، سواء فزنا أو لم نفز. إذا تمت الأمور وسارت بهذا الوقع وهذا الرتم يا عماد، أنا أتوقع أن 2025 على الأقل سوف تذهب لبلد آخر غير المغرب عندك جدل كبير في ما يتعلق برمجة المباراة أو خيار ملعب 19 مايو 1956 بعنابة. باش نصارحك، هناك موضوع سيصدر غدا في جريدة الخبر، كتبوا شعيب كحول هو يمثل شويه للسي ار بي، يقول بلي الخيار لم يعجب المشجعين فريق شباب الوزدان. الخيار ما عجبش المشجعين،
وقال حجة الإدارة واهية أنه السي ربحي ابارامون برر ذلك على أساس أنه الكاف هي اللي فرضت عليهم يلعبوا إما في نيسون مونديلا أو عنابة. واعتقد لو قال ربحي هذا الكلام في اعتقادي هو كلام غير صحيح، لانه لا كاف تومولوجي لك لي ستاد اومولوجي عندك ضرورة تلعب فيهم، عندك 4 ولا 5 في بلادك تتخير فيهم لي ستاد اومولوجي. سان جويل اومولوجي لابريف لعبوا فيه سي ار بي، لعبوا فيه جاسكا، لعبوا فيه ليشما. المشكل انه الارضيه ما يشملها. جو نسي با سي ربحي فريمون الى ديكلاري سا، ولكن ما يوش صحيح. لاكاف ما تفرضش عليك ملعب، قال العب في قسنطينه، العب في وهران ولا لا، ما كاش منها. تومولوجي لي ستاد وانت عليك تخير وين تلعب. هذا ما كانت تشعرها قبل موعد المباراه. ما حدث اعتقد انه هي ارضيه ملعب 5 جويليه، ارضيه كارثيه وما تقدرش تلعب فيها كره قدم. بدليل حتى المحللين العرب يعني اثاروا هذه النقطه. العاصمه البارح يعني شكاو كان اللاعبين شباب بلوزداد شكاو، يعني حتى قلت المحللين شكاو في الماتش تاع جياسكا مع الوداد. الناس تبان الارضيه سيئه وعندها اسبابها، لانه سكالباج تاعها يصرى في اوت، وابارامون لاني باسي الوزير سبقك دار واحد التصريح بلا بالك مشاور، قال الارضيه حتكون واجده ديسي ان موا. دير موكو جوبونس ما قدروش يديروا عمليه هذه تاع تنحي العشب وتعاود دير عشب جديد، لانه تاخذ لك 6 اسابيع ويفوتوا لي ديلي اللي خلاهم الوزير. قعدت هكذا يعني لا بيلوس تاع سان جويل تقعد كارثيه يرقعوا فيها حتى لا فان سيزون في اوت باش يعاودوا يديروا يعني نحو العشب هذا ويديروا واحد اخر وتاخذ 6 سيمان. يعني احنا نقعدوا في نفس الاشكال حتى نهايه الموسم حتى الصيف. وبالتالي لاعبي شباب بلوزداد باش نختصر لك هم الذين اقترحوا على اداره النادي انهم يخرجوا من ملعب 5 جويليه. يعني في النهايه يعني من يصنع الفرق هم اللاعبون. هم طلبوا ملعب نيسون مونديلا، قيل لهم انه مغلق. لماذا؟ من اجل المنتخب، من اجل يعني يسقموا العشب لاسباب تبقى غريبه على كل حال، لانه احنا قلنا لي زانفراستركتور نستغلوهم. ما فتحوش نيسون مونديلا، بوتيت الماتش تاع ليكيب ناسيونال سي بور بيانتو يسموا لا بيلوز. بقى لهم خيار، هم اقترحوا خيار عنابه، ماشي بقى لهم اقترحوا عنابه. انه ملعب نيسون مونديلا احتضن حوالي 6 مباريات في الشهر ولم تتاثر الارضيه. هي مع الاخر يعني تبان ديفيسيلمون، يعني كانوا اللي كانوا قايمين عليها، قايمين على الارضيه اللي كانوا الفيجيتال ديزاين تاع بوسعد قاموا يعني بها، ولكن تاثرت حتى الميدان الملحق تاثر. ولكن غلقوه جو بونس بور ليكيب ناسيونال وما عطاوش اون اكسبليكاسيون لوجيك. ماشي مشكل، بصح الخيار تاع ملعب عنابه هما اللي جوات السياد اللي كانوا في ليكيب ناسيونال ابريم، لانه لعبوا ماتش اميكال مع الابريم مع ضد السنغال، والارضيه كانت مليحه، الملعب كان رائع جدا ومازالوا رائع. هما اقترحوا على الاداره اللي لعبوا في عنابه احسن، لانه لابيلوز مليحه والاداره مشات معهم. انا جوبونس كان نخيروا لابيلوز والشيخ مصطفى مازا او لاعب تتخير لابيلوز. سي فري مشجعين مليح يكونوا معاك، ولكن من يصنع الفارق هما اللي جود داخل تيرا. اذا كان التيرا عيان يعني ترهن حظوظك بدا تعطي انا فونتاج لادفيرسير تاعك في ارضيه سيئه وانت لازم تسجل اهداف. وبالتالي بالنسبه للمشجعين اعتقد انه حسب يعني الموضوع تاع شعيب كحول باش الامانه يعني المعلومات ماشي ديالي في الموضوع اللي يصدر غدوه في الخبر، يقول انه اداره النادي دارت سعر رمزي فيها 1000 دينار كراو لهم ولا 2 ترا، فيها 1000 دينار ترونسبور في الترا من الجي عنابه الجي، وعندك تذكره تاع الدخول للملعب. سي فري سي تاع لون تراجي، وانما على الاقل كاين يعني بالتران بلي فاسيل. وجاسبر في نهايه الامر ماهوش يعني رانا اون الجيري سي فري لعبنا ديجا في ستيف ديك البارجيرو لعبوا في ستيف، الثورات جات لعبت في ستيف. في النهايه المشكل اسمح لي باش نختم لك انه من غير المعقول اليوم الجزائر 2,381,741 كيلومتر مربع ما صعيبين نلعبوا العشب، ما قدرناش نديروه. الامر مش طبيعي. نفس الاسطوانه عندك دائما عيب. الناس شافوا الشان من اعلى مستوى، ومن بعد استاد اولمبيك سان جوي ما تقدرش تلعب فيه، ديسون مونديلا مغلوق، وهرانا صافا ولا يمدوه لمسي ولا لا، السياسي اسكو يولوا الحمله ولا لا، 19 مي اسكو يمدوه العنابه ولا لا. جو فوا مال علاش لي زانفراستركتور هذوما بلا ما نتكلم لك على
المرافق الكبيره القديمه، ملعب البويره، ملعب ماسكارا، وملاعب كبيره اللي هي ديليسي. ها هو الاشكال اللي لازم نطرحوه اليوم باش ما نديروش الكلوب الجيريا